السلام عليكم حبيباتي، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله بغيت نبارطاجي معكم الفقاس. صراحه ديجا بارطاجيته معكم بزاف ديال البيضات، ودابا غادي ندير نصف المقادير. قلت علاش لا غادي نبارطاجيه معكم. هنايا كما شفتوا معايا درت 3 ديال البيضات، درت كاس ديال السكر، ودرت قبصه ديال الملحه. غادي نزيد كاس ديال الزيت، كلشي بكاس ديال العلبه. تقدروا ديروا هاد المقادير في الخلاط الكهربائي، انا درت داكشي غير بيديا. فكما شفتوا معايا صافي من بعد ما خلطت هنايا البيض والسكر، صافي زدت كاس ديال الزيت. كنشوفوا بلا راه دخل ليا مزيان. هنايا كنزيد نصف الكاس حتى ربع الكاس، هي نورمالمون كنزيد ربع الكاس الاخر ديال الزنجلان اولا السمسم. فانا اليوم قلت غادي نزيد الكميه ديال الزنجلان لانه البيض عندي شويه كبير. صافي درت هنايا كما شفتوا نصف الكاس ديال الزنجلان، غادي نخلطوا مع هذا البيض والسكر والزيت. كما شفتوا معايا ابخي غادي نزيد واحد الخماره حمراء اللي غادي نضيف فقط يعني النصف ديالها، ما نضيفوهاش كلها. صافي وكنبقى نضيف بالتدريج الدقيق ديالي. بالنسبه للوز فانا دائما كنقولها لكم، انا دائما كنديرو في واحد الكاس وكنزيد عليه الماء، كنخليه في داك الكاس ديال الماء ولا كاس ديال الماء زهر اللي كيبغي النكهه ديال الزهر. فكنخليه يعني كنخليه تقريبا واحد الساعه. صافي اين فوا كنبغي نديرو كنصفيه من الماء وكنبدي نستعملو باش هكا يسهل لكم التقطاع ديالو. سورتو انا عندي هنايا اللوز كبير شي شويه. ايوا صافي هنايا غادي نبقى نجمع هكا الدقيق بالتدريج. العجينه ديال الفقاس ما كتبغيش تكون قايصه وما كتبغيش تكون رطيبه بزاف، يعني ما بين وما بين، حيت الا درناها قاصحه بزاف فراه كيطرطق لينا الفقاس في الفران، والا درناها لاخر جاريه ف كيديفورما لينا الشكل ديالو. لهذا غادي تكون ما بين وما بين. صافي كما شفتوا معايا صافي هنايا من بعد ما جمعت العجينه ديالي. انا صراحه ما كنديرش فيها النافع وحبه حلاوه. بنتي راجلي حتى هو ما كيبغيوش داك الفقاس يعني البلدي. تقدروا تضيفوها بعض المرات، كنقلع واحد الكميه وكنضيف فيها فقط هذيك الكميه، يعني مثلا بحال دابا واحد البول من هادو غادي نضيف فيها. سينو الا كنتو كتبغيوها ضيفوا. بالنسبه للفاني سكر فاني انا ما كنضيفوش. صافي كما شفتوا معنا هنايا قسمتها على 4 بشكل متساوي، وكنحاول ندير هكا حربول. كما شفتوا معايا راها ما يعني ماشي شاربه دقيق وماشي خاصها الدقيق، ما بين وما بين. كما شفتوا معايا كتسهل انها كدور لكم. صافي وغادي ناخذ صفيحه ديال الفرن وغادي نوضعوها فيه، وغادي ناخذ واحد البيضه غير الصفار ديالها اللي غادي نوضع له القليل من هذا من نسكافيه، تقريبا واحد نصف ملعقه صغيره، وبعد القطرات من الخل. انا عندي هذا فدرت به. صافي وغادي نخلطهم مزيان وغادي ندهن هذاك الفقاس ديالي. ابخي غادي نجيب واحد الفرشات اللي غادي ندير هكا خطوط هكا. صافي هنايا كما شفتوا معايا يبقى التزيين اختياري. تقدروا ديروا غير الكاكاو مع الماء، تقدروا ديروا الحليب مع النسكافيه، تقدروا ديروا الحليب مع الكاكاو المر، يعني يبقى لكم الاختيار. صافي هنا غادي ندهنهم. وغادي بالنسبه للفران فدائما في الفقاس يكون الفران بارد ما يكونش سخون. 180 درجه باش يطيب على خاطرو، على مهل في الوسط باش يطيبوا لنا لداخل ويطيبوا على مهل كيجيو طايبين لداخل. كما شفتوا معايا بالنسبه لي انا يعني تفاديا انهم يطرطقوا لينا، هما راه ما كيطرطقوش، ولكن باش الا كنتو من المبتدئين وخفتوا انه يطرطق لكم فغادي تاخذوا هادو اعواد الشواء عاود الشواء ديال الباربيكيو هادوك دوك العمايد، وغادي ديروا هكا دي ترو، ديروها هكا مثلا غير 3 ديال التقيبات في الاول وفي الثاني وفي الوسط هكا في الوسط. صافي وكتدخلوها الفران ديالكم فراه ما كتشقب لكم ما حتى شي حاجه، ما كيتشققش نهائيا الفقاس.
صافي هنايا كيما شفتوا معايا درت واحد المنديل اللي كان عندي فزقته هكا شي شويه. تقدروا تستغناو على منديل هكا فازك يعني ديريكتومون. انا صراحه فزقته شي شويه يعني كيكون معصور ماشي فازك بزاف. صافي وكنخلي غير واحد الساعه هكا ولا ونديرهم. بغيتو تخليهم يعني ليله كامله داكشي كيبقى اختياري. كيما شفتوا هنايا معايا انا ديجا راه قطعت بعد واحد الصينيه. صافي وخديت هادي بغيت نوري معكم انه ما كيتكسرش. بالنسبه لي انا فهاد السكين راه ماشي تقولوا يعني السكين راه جديد ولا شي حاجه. السكين ديجا عندي كنخدم به يعني في الكوزينه مولفه. كنت كنخلي واحد السكين خصوصي هذا بعدا كنت كنخليه خصوصي غير للفقاس. ولكن مع المده بقيت كنستعملو يعني وكنستعمل هكا نستعمل به الفقاس. ف يعني ما كيتشققش ليا نهائيا الفقاس ديالي. سورتو فاش كندير اللوز كندير له يعني كنفزكو شي شويه مع العلم انني استعملت لوز شويه كبير في الحجم. صافي هنا كنبقى مستمره وغادي ناخذ طاوه ديال الفران اللي غادي نستف فيه هذا الفقاس وغادي نديرو في الفران هكا يطيب. بالنسبه باش طيبو انا كنشعل عليه الفوق والتحت. صراحه هو الفقاس كيجي زوين في الفران ديال البوطه. صافي كنبقى هكا مستمره في التقطيع ديال الفقاس وصافي. غادي كما قلت لكم ما صورتش معكم كيفاش نديرو نحمروه ولكن راه ساهل. كما قلت لكم غادي تسخنوا الفران على 200 درجه. ابخي غادي تنقصوا الحراره ردوها غير 180 حتى ل 160 بالنسبه للناس اللي عندهم الفران مجهد باش هكا يتحمر لينا يعني من الفوق ومن التحت ويتحمر على يعني لا خاطرو ماشي يجي لداخل بحال اللي ما طايبش ويعني ومحمر من برا ومن الاخر يجي معجن يعني من الداخل. صافي بالنسبه للفقاس قلت لكم راه احسن يعني كيجي زوين في الفران ديال الضو احسن من الفران ديال الغاز يعني ديال البوطه احسن من الفران ديال الضو. ولكن حتى من الفران ديال الضو شوفوا كيجي محمر كيجي اللون ديالو مذهب وكيجي زوين بزاف. ضروري خاصكم تجربوه وتردوا عليا ان شاء الله. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم وان شاء الله نبارطاجي معكم بزاف ديال الانواع ديال الفقاس. الى عجبكم طبيعه الحال هذا الفيديو خليوا لي تعاليق تحت من لا فيديو ونتلاقاو ان شاء الله.